كم تذكر الله تعالى، وكم يكون ذكرك للدنيا وحديثك مع الناس وأصحابك والقيل والقال. للأسف الآن بعض الناس هكذا، يعني إذا صلى الصلوات الخمس فهذا الحمد لله، هذه نعمة كبيرة في حياته، ثم ماذا يفعل بعد الصلوات الخمس إذا رجع إلى بيته؟ إما نعم في وظيفته يكون مشغول، نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا، وإما أن يكون مشغولا بحوائج أهله أو مشاريعه أو ما يمتع به نفسه من رياضة، من فسحة، من سفرة، من مجالس قيل وقال. تسأله كم تقرأ من القرآن؟ هل ختمت القرآن في شهرك على الأقل ختمة؟ يقول لا. إذن هذا كم سيذكر الله في يومه وليلته؟ إذا حسب يعني الصلوات الخمس تأتي ساعة مع بعض الأذكار التي يقولها، ممكن ساعة في اليوم فقط يذكر فيها ربه، و23 ساعة في الأكل والشرب والنوم والوظيفة والأهل والحوائج والمشاغل والملذات، وربما وقع في المحرمات. إذن كيف نريد أن تنصلح قلوبنا؟ كيف نريد أن نخشع في صلاتنا؟ والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ماذا قال؟ والذين هم عن اللغو معرضون. يعني إذا أردت أن تخشع في صلاتك، يخشع قلبك في الصلاة، لابد أن تبتعد عن اللغو، لغو الكلام، لغو النظر، لغو الخطرات الفاسدة. الحياة ومشاغلها كلها لغو لا فائدة منها إلا ما أعانك على ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، يعني لأنها تبعدك عن الله، إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، هذا الذي يصلح قلبك. فكلما أكثرت من اللغو قسى قلبك وما شعرت بالخشوع في صلاتك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشعرون بأهمية هذا الأمر، يتفقد قلبه في صلاته هل يخشع أو لا، إذا ما خشع هذه مصيبة. ولهذا لما أنزل الله تعالى قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، خاف ابن مسعود رضي الله عنه وقال ما كان بين إسلامنا وأن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، يعني أمهلهم 4 سنين. ثم يعني هناك بعض القلوب ما خشعت فأنزل الله هذا العتاب ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. للأسف عندما ننظر في حالنا اليوم، نحن كم مرت علينا من السنوات ونحن على الإسلام، نحن ولدنا والحمد لله مسلمين، هذه أعظم نعمة، لكن الآن كم مرت علينا من السنوات؟ الصحابة لما مرت عليهم 4 سنوات عاتبهم الله عندما لم يخشع بعضهم. ماذا نقول نحن؟ قد مرت علينا عشرات السنوات ولا تزال القلوب لا تخشع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة. وتأمل كيف قال في الآية فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه المشكلة، فطال عليهم الأمد. لما يطول الأمد ويبتعد الإنسان عن ما يغذي قلبه من القرآن، من الذكر، من الصلاة، من الإيمان، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الشجرة إذا ما سقيتها وتعاهدت سقيها تيبس ثم تموت، وهكذا القلوب لابد أن تسقي قلبك بالقرآن، بالإيمان، بالذكر. ولهذا من أعظم الأعمال أيضا التي تصلح القلوب الصلاة، لأن الصلاة صلتك بالله، وهي المحك إذا أردت أن تعلم صلاح قلبك أو فساده. لأن الإخوة
حقيقة وظيفة القلب محبة الله ومعرفته جل وعلا وتحقيق عبوديته. هذه العبودية في أعظم صورها هي في الصلاة، في هذه الصلاة التي نصليها. فإذا كنت تشعر في قلبك بمحبة لهذه الصلاة، كما كان بعض الصحابة يقول، عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يقول: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. شوف كيف يشتاق إلى الصلاة بقلبه قبل أن يأتي وقتها أو أن إذا دخل وقتها. لماذا؟ لأن قلبه مليء بمحبة الله والشوق للقائه. فكلما حافظت على صلاتك وأعطيتها حظها من الخشوع والتعظيم، بكرت إليها، ينصلح قلبك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، نور للقلوب، نور للأعمال. إذا انصلحت انصلح سائر عملك كما جاء في الحديث. كما أن القلب إذا انصلح الجسد كله. فانظر إلى الصلاة كأنها القلب لكل الأعمال. إذا انصلحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فكلما أقبلت على الصلاة، وخاصة إخوة عندما تخلو بربك، صحيح حافظ على الفرائض والنوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه علامة صلاح القلب، لأن الله لا يحب عبدا إلا إذا كان قلبه سليما، كان قلبه مليئا بمحبته جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل. قال: حتى أحبه بالصلاة بالنوافل، خاصة قيام الليل. قيام الليل هذا من أعظم ما يصلح القلوب، لأن العبد في قيام الليل لا يلتفت قلبه إلى الناس، إخلاص عملي لله. وفي الحقيقة جماع صلاح القلوب بالإخلاص لله، لأن القلب السليم يعني السالم من كل ما سوى الله، السالم من الشرك، من الكبر، من الهوى، من محبة الدنيا وشهواتها، من العجب، من الغرور، من الحسد، من البغضاء، من الرياء. طيب كيف تصفي قلبك، تجعله قلبا خالصا لله؟ هذه الصلاة إخلاص عملي لله، لأنك عندما تقوم ما يراك أحد من الخلق. إذا لماذا قمت؟ ما أقامك إلا حبك لله، إلا شوقك لمناجاة الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال ماذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لهذا قال بعض السلف: أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. يعني قلوبهم فيها حياة، لأن الحياء هو حياة القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان، لما ذكر شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء مأخوذ من الحياء، والحياء هو المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها، يرحمك الله. فكذلك الحياء بالنسبة للقلوب كالمطر بالنسبة للأرض. الحياء يعني الحياء من الله، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، تستحي أن تعصي ربك. فكذلك أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. الله جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وأنت نائم. نسأل أن يعفو عنا. نحن والله مقصرون في هذا الباب، خاصة الآن مع قصر الليل، والآن يعني شيئا فشيئا يطول الليل. فمن
يقوم بين يدي الله ويستحي أن يطيل النوم. لو قيل لك ملك سيأتيك في آخر الليل والله ما تنام الليل كله، تتهيأ وتتنظف وتتطيب وتقول هذه سهرة اليوم لأن سيزورني الملك الفلاني. كيف رب العالمين وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، ومع ذلك للأسف لا نبالي. بالله عليكم هذه علامة ماذا؟ علامة مرض في القلب. المرض الإخوة لا يلزم أن يكون يعني أمرا محرما، لأن الأمراض تتفاوت. هناك أمراض والعياذ بالله تخرج الإنسان من الدين كله، أمراض الكفر والشرك والتكبر على الله والاستهزاء بدين الله. هناك أمراض تدل على أن هذا الإنسان عنده محرمات، يضيع الصلاة عن وقتها، يقع في المحرمات. هناك أمراض في قلبه من تعلقه بالدنيا وشهواتها وذلك يعصي الله تعالى. هناك أمراض أقل من هذا تجعل الإنسان يترك كثيرا من المستحبات ولا يبالي بها، عند أمراض من النوع الأقل من المحرم، مرض لكنه يعني ليس بمحرم. فهذه الصلاة الإخوة، صلاة الليل حقا تخلص قلبك لله، لأنك إذا قمت الليل توطن قلبك على القرب من الله، تشعر بالقرب من الله، والله ينزل إلى السماء الدنيا ويكون قريبا من عباده ويقول هل من داع فاستجيب له. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحته وسعادته في قيام الليل، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يسجد لله تعالى في قيام الليل بمقدار قراءة 50 آية. تم 50 آية يعني ثلث ساعة، ربع ساعة وهو ساجد لله في قيام الليل. لماذا؟ يشعر بكمال الأنس، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيشعر بكمال الأنس والراحة مع الله في سجوده، ما يطيق أن يرفع رأسه من السجود إذا سجد لله. ولهذا بعض السلف كان يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. فإذا صلاة الليل هذه من أحسن ما يصلح القلوب لله جل وعلا. كذلك الصيام، نحن في شهر الله المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفيه يوم عاشوراء صيامه يكفر سنة ماضية، ونخالف اليهود فنصوم 9 و10 كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصيام يطهر القلب من الشهوات والملذات، لأنك في صيامك تترك الطعام والشراب والشهوات، وبهذا يصفو القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني ما فيه من غل ومرض. شوف كيف الصيام علاقته بإذهاب أمراض القلوب، لأن الصائم مخبت لله، الصائم زاهد في الدنيا، الصائم يتشبه بالملائكة الذين لا يأكلون لا يشربون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. صيامك يعينك على التقوى لعلكم تتقون، بهذا تنصلح القلوب. الإحسان إلى الخلق، الزكاة، الصيام، الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 من فعلهن فقد وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان إخوة ما يجدها إلا القلب السليم. قال من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. شوف كيف أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، لأن المال ليس في قلبه، المال في يده، من السهل أن يتصدق وأن يحسن إلى الناس. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قسوة قلبه، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أطعم المسكين
وامسح رأس اليتيم. هذه الأعمال التي فيها رقة، فيها رحمة بالناس، رحمة بالفقراء باليتامى، ترقي قلبك. امسح رأس اليتيم، ارفق به، اكفل اليتيم، تشعر بسعادة وبرحمة في قلبك. وأطعم المسكين كذلك، اجبر المنكسرين، اجبر خواطرهم، زر المستشفيات، ادخل في غرف المرضى، تفقد إخوانك المرضى، فتجد في قلبك انكسارا. ولهذا كما جاء في الحديث القدسي أن رب العالمين يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال: مرض عبدي فلان فلم تعد، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر. لماذا لوجدتني عنده؟ لأن الله عند المنكسرة قلوبهم. كلما كان العبد عنده افتقار وانكسار لله يكون الله أقرب إليه، وهكذا حال المرضى. فعندما تزور المريض وترى انكساره وافتقاره، لا حول له ولا قوة إلا بالله، ينكسر قلبك، يرق قلبك. ولذلك هذه محطات تغذية القلوب: مستشفيات، المساجد، عندما تسمع كلام الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله أكبر. هذه علامة صلاح القلب، إذا ذكر الله، مجرد أن يذكر اسم الله وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كما قلنا القرآن الكريم، عدنا إلى القرآن، عندما تسمع آيات الله في الصلاة تزداد إيمانا على إيمانك، يطمئن قلبك. ثم مجالس العلم تزيد المسلم قربا من الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا تخرج من مجلس العلم إلا بفائدة، بتنبيه، بيقظة لقلبك، تشعر بحياة كلما سمعت موعظة أو درسا. ثم أيضا محطة أخرى، المقابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية فإنها ترق القلب وتدمع العين. هذه المقابر، عندما تدخل المقبرة، هذه أحسن مدرسة في الدنيا، أحسن مدرسة. عندما ترى كيف يحمل الميت ثم يوضع في هذه الحفرة المظلمة الضيقة الموحشة، لا أب ولا أم ولا صديق ولا حميم، ما يأخذ معه من الدنيا شيئا، لا أموال ولا عقارات ولا بنايات ولا شهرة ولا ملك ولا ترقيات ولا شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع عنك المال والأهل، ما يبقى معك إلا عملك، ما ينفعك في قبرك إلا قلبك، لأن الناس في قبورهم يكونون كما كانوا في الدنيا بحسب ما في قلوبهم من اليقين والإيمان تماما. أنت في قبرك، لا تظن إذا جاءك منكر ونكير أنك يعني لن تتذكر شيئا، لا، بحسب إيمانك. لذلك عمر رضي الله عنه يعني لما سمع مثل هذه الأحاديث، أحاديث القبر، قال: يا رسول الله، يعني إذا كنا في قبورنا تكون عقولنا معنا، يعني معنى كلامه، يعني الإنسان يكون بقلبه وعقله؟ قال: نعم. قال: بفيه الأثلب، يعني سألقيم حجرا. إذن الملك، كيف أنا عمر أخاف من هذا الملك؟ يعني كأنه يقول سأسكته. فهكذا قلبك هو الذي سينفعك. فإذا دخلت المقبرة
رأيت كيف الميت يقبر، كيف هذه القبور. لو يخرج واحد منهم الآن ماذا يتمنى في الدنيا؟ يتمنى أن لو يذكر الله، أن لو يصلي ركعتين، كما قال أبو هريرة لما مر على قبر قال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. هذا الذي ينفعك، تخرج من مقبرة بقلب آخر، خلاص ما تريد الدنيا، تريد الآخرة. ولهذا أيضا كلما تذكرت الموت انصلح قلبك، كما قال بعض السلف: لو خرج ذكر الموت ساعة من قلبي لفسد. يعني لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة فسد قلبي. الموت الإخوة حياة للقلوب، ليس معنى الموت أنك تعيش حزينا كئيبا، لا بالعكس، إذا ذكرت الموت أن الأجل قريب ستحرص على الأعمال الصالحة وستخشع فيها وتتقنها. لذلك كما جاء في الآثار: صلي صلاة مودع. إذا صليت الآن صلاة قلت هذه الصلاة آخر صلاة أصليها، انظر كيف ستخشع في صلاتك. إذا قلت هذه الليلة آخر ليلة في حياتي، انظر كيف ستقوم هذه الليلة. إذا قلت غدا هذا آخر يوم من أيامي، ستصوم وستعمل ما تستطيع من الصالحات. ولهذا أيضا إذا ذكرت الموت يخرج من قلبك كل مرض، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. قل فرحه يعني بالدنيا وشهواتها، خاصة يموت. وقل حسده، هذا من أمراض القلوب، قل حسده، لأنه إذا تذكر الموت لن يفكر فيما عند الناس، هذا عنده مال، هذا عنده سيارة، هذا عنده بيت، هذا عنده عمارة، هذا يفعل كذا، هذا عنده شهرة. لا، أنا أنظر إلى نفسي، سأموت وسأحاسب على أعمالي، ماذا قدمت لآخرتي. ما ينظر إلى الناس، ينشغل بنفسه وماذا قدم لنفسه يوم القيامة. ولهذا الإخوة هذه الأعمال وغيرها كلما عملت من الأعمال الصالحة ازددت طمأنينة وازداد قلبك سلامة. ثم أيضا تترك ما يضر قلبك ويفسده. المعاصي، احذر من المعاصي، لا تتهاون بأي معصية، فهي سبب لمرض القلب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. شوف أي معصية نكتة سوداء في قلبك. لا تقول هذه مجرد نظرة إلى امرأة، هذا مجرد صلب دخان، هذه مجرد نومة عن الصلاة، مجرد شعرات تخرج من الحجاب، حجاب المرأة، مجرد كلمة غيبة وسخرية بفلان. لا، هذه نقطة سوداء في قلبك. كلما أكثرت من المعاصي والشهوات ازدادت هذه النقط في قلبك. قال: فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، ذهبت هذه النقاط. وإذا عاد زادت، تزيد تزيد تزيد. قال: حتى تعلو قلبه فذلك الران، يعني الغشاء الذي يكون على القلوب بالمعاصي والمحرمات. قال الله وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وانظر كيف الله ربط هذه الآية بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكافر لما حجب قلبه عن الله وعن عبادته في الدنيا لا يرى الله أبدا يوم القيامة، ما يرى الله في الجنة. هذا أعظم عذاب. تخيل يعني يكون ما هذا الرب العظيم ما يراه. لذلك نفهم من الآية أنك كلما أزلت الغشاء عن قلبك وكان قلبك قريبا من الله، تعبد الله كأنك تراه، فزت بهذا النعيم في الجنة في أعلى صوره. تنظر إلى الله في كل يوم بكرة وعشية. وكلما كان على قلبك حجاب في الدنيا ولو بشيء من المحرمات والشهوات قل تمتعك بنعيم النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة. إذن إذا أردت القرب من الله في الجنة وأن تنظر إليه
كنظر المقربين بكرة وعشية، تكون في الفردوس الأعلى. فصفي قلبك، طهره من أي شهوة، من أي شبهة، من أي فتنة. ولذلك الإخوة، حياة القلوب بالبعد عن المعاصي وإنكار المنكر وفعل المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كيف الإنسان إذا نام على الحصير يؤثر في جنب عودا عودا، أثر الحصير على جنبك، شوف خطوط هكذا، كذلك تلتصق الفتن بالقلوب كما يلتصق أثر الحصير على جنبك عودا عودا. قال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا قلب المؤمن أبيض لطهارته وصفائه. كالصفا يعني كالحجر الأملس، هذا إشارة إلى قوته أمام الفتن والشهوات والشبهات، ما تدخل قلبه. لذلك ابن القيم يقول: ما انتفعت بوصية كانتفاع بوصية شيخي ابن تيمية عندما قال لي: اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعل قلبك كالسفنجة. السفنجة تشرب كل شيء، لا، اجعل قلبك مثل الزجاجة الصافية لكن عندها صلابة وقوة، فتمر الشهوات والشبهات وما تدخل قلبك. قال: أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال: والقلب الثاني: وآخر أسود مرباد، يعني فيه بياض وسواد، بياض أصل الفطرة في القلب، وسواد أثر المعاصي في القلب. قال: كالكوز مجخيا، والعياذ بالله ينتكس القلب مثل الكوز، يعني الإناء إذا قلبته هل يبقى في قطرة ماء؟ لا، كذلك القلب إذا انقلب والعياذ بالله يخرج منه كل خير. قال: فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فصلاح القلوب الإخوة بالابتعاد عن المعاصي الشهوات المنكرات، ثم أيضا تكمل هذا الصلاح بالابتعاد عن التوسع والتوغل في المباحات. حتى المباحات إن كانت ما تعينك على طاعة الله اتركها، هذا من شأن القلوب الراقية، القلوب التي تريد الآخرة، التي همها أن تكون قلوبا سليمة حقا، ليس فيها أدنى يعني شهوة، وليس فيها أدنى نكتة سوداء أو التفات إلى غير الله. ولهذا يعني روي في الحديث، لعله يكون من كلام بعض السلف: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الضحك جائز، لكن الإكثار منه يميت القلب. كذلك الإكثار من المباحات. الإخوة، هذا للأسف حال كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله. حننظر إلى هموم الناس اليوم: إيش الغداء اليوم؟ إيش العشاء اليوم؟ إيش الفطور اليوم؟ أين سنخرج اليوم؟ وين سنسهر اليوم؟ أو مشاكل مع الخدم، وفعلت وما فعلت، أو فعل وما فعل كذا، ومشاكل مع الناس، قيل وقال، وهكذا يعني هموم ومشاكل ورغبات كلها دنيوية، حتى لو كانت في الحلال لكنها تمرض القلب. والله يشعر الإنسان بقسوة في قلبه مع كثرة هذه الأمور في حياته. نحتاج إلى أن نترك شيئا من هذه الأمور، نتنازل عنها، تنازل عنها، والله ما تضرك في دينك. فبهذا يصفو قلبك. ذلك بعض السلف كان يمشي مع صاحبه فنظر إلى قصر، فرفع بصر إليه وبدأ يعني يتفكر فيه،
فقال غض بصرك، وما نظر إلى شيء حرام. فقال له ما بني إلا لهذا، يعني إلا للمفاخرة والمكاثرة في الدنيا. فأنت إذا نظرت إليه قلت يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا حال أهل الدنيا. لكن المسلم إذا سار في الدنيا ما يلتفت إليها، يكون أصلا هو مشغول بربه. بعض الناس الآن يريد أن ينظر إلى كل شيء، كل لافتة، كل محل جديد، كوفي جديد لابد يجربه، مطعم جديد لابد يجرب طعامه، ينشغل. يعني هذه الأجهزة الآن كم شغلتنا، كم أخذت من أوقاتنا. انظر إلى مقاطع وأمور والله سفاسف في الدنيا. هذا ماذا اليوم تعشى على كذا، اليوم تغدى على هذا الطعام، هذا ذهب إلى المكان الفلاني وصور نفسه. هذا أمور تافهة في الدنيا، أو أمور مضحكة، أو إعلانات لأمور في الدنيا. كل الحياة للدنيا. كيف تريد القلب يحيا بذكر الله وبالمحبة لله؟ والله يا الإخوة إذا قطعنا قلوبنا عن هذه الأمور، عن هذه السفاسف في الدنيا، وعلقناها بالله وشغلناها بالله وبما ينفعها، تجد حياة في قلبك وراحة في قلبك. كذلك الإخوة من أعظم ما يجعل قلبك سليما أن تبتعد عن الحسد والبغضاء والرياء. يعني لا تشغل قلبك بما عند الناس أو بالنظر إلى الناس، لأنك إذا نظرت إلى الناس سترائي في صلاتك. تصلي والله فلان يراني، الناس ورائي يسمعوني وأنا أصلي، يبدأ يجمل صوته ويحسن صلاته ويطيلها ويخشع فيها. إذا صلى واحدة ينقرها كنقر الديك. طيب لماذا؟ لأنك نظرت إلى الناس ما نظرت إلى الله. إذا نظرت إلى الناس، شوف هذا عنده مال، هذا عنده سيارة أحسن من سيارتي، هذا عنده بيت أحسن من بيتي، هذا كذا هذا كذا، تبدأ تتمنى زوال النعم عن الناس، تقع في الحسد. ليش فلان أفضل مني؟ حتى للأسف يكون هذا التحاسد بين طلاب علم. وإذا وقع الحسد في العلم هذا يدل على أن القلوب مريضة، وأن القلوب لا تريد العلم وإنما تريد الدنيا. لأن العلم واسع، رحمة الله واسعة، هذا العلم رحمة من الله تعالى يسع أهله. لكن هذا عندما يحسد أخاه طالب العلم أو حافظ القرآن يتمنى زوال النعمة عنه، وأن يكون هو الأول، هو الذي يتصدر الدنيا ويشار إليه بالبنان. إذن هو يريد الدنيا، يريد الشهرة، ما يريد حقيقة العلم النافع. والحسد يقع الإخوة إذا حصل تزاحم في أمر. تجد مثلا، ما تجد مثلا تاجرا يحسد عالما أو عالما يحسد تاجرا، لكن يقع بين من يتنافسون على شيء واحد. تجد الحسد بين التجار، تجد الحسد مثلا بين الأطباء، تجد الحسد بين العلماء، وهذا يفسد القلوب ويذهب الأجور لأن ما أراد وجه الله. تجد الحسد بين الزوجات، تجد الحسد بين الطلاب. ربما مثلا حفظ لكتاب الله، إذا أجرت مسابقة مثلا، إذا قام في قلب طالب يتمنى أن يخطئ هذا الطالب حتى يفوز هو، ذهب أجره كأنه ما فعل شيئا. القرآن يكون حجة عليه لأن في قلبه حسد، يتمنى أن يخطئ. لو دخلت بقلب سليم تتمنى كل الناس يقرؤون، وهذه دنيا. يعني إيش معنى مسابقات وجوائز؟ هذه كلها دنيا، لكن نتمتع بالقرآن ونتنافس بكتاب الله تعالى مثلا. تكون قلوب سليمة. ولذلك الإخوة القلب الذي ليس فيه التفات إلى الناس بل فيه حب الخير للناس، ما يحسد ولا يكون في قلبه غل
وشهوات أو يعني حقد على الناس، هذا يكون من أعلى القلوب عند الله وأرفعها عند الله. ولنا في هذه القصة عبرة عظيمة لعلنا نختم بمثل هذه النقطة. قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، عندما كان الصحابة رضي الله عنهم في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج رجل من الأنصار هكذا يعني توضأ قريبا ويحمل نعله بيده، فما يعرف بين الصحابة. ثم في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج نفس الرجل. في اليوم الثالث خرج نفس الرجل. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان مجتهدا في العبادة وفي قيام الليل وصيام النهار وتلاوة القرآن، فقال هذا أكيد عنده ما شاء الله عبادة عظيمة. فذهب إليه يعني قال له: حصلت بيني وبين والدي خصومة، وطلب منه أن يضيفه في بيته. طبعا هو فعل هذا حتى ينظر إلى عمله لهذه المصلحة الكبرى، يعني هي تورية، سيخبره بأنه ما حصل خصومة بينه وبين والده، لكن أراد بهذه الحيلة أن يدخل بيته، فضيفه في بيته 3 أيام. فلما يأتي الليل يبدأ يراقب، يقول أكيد هذا الآن يقوم الليل يجده نائما، كلما رآه وأجده نائما، إلا أنه يقوم أحيانا يتقلب يذكر الله يكبره وينام، ثم يصلي شيئا قليلا من الليل يعني. فلما مرت الليالي 3 يعني تعجب، فأخبره بالحقيقة. قال: أنا ما كان بيني وبين والدي أي خصومة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وأنت في كل يوم من الأيام 3 تخرج، أخبرني ما السر في هذا؟ قال: والله هو ما رأيت، ما عندي شيء أكثر من هذا. فما أراد أن ينصرف دعاه، قال: إن كنت يعني قلت هذا فوالله هو ما رأيت إلا أني لا آوي إلى فراشي ويكون في قلبي على أحد من المسلمين غش، ولا أجد في قلبي على أحد من المسلمين حسدا. فقال له: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هذه التي تبلغ بالعبد أعلى المنازل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا الذي يرفعك، جعل قلبك سليما من الناس. ليش تتعب قلبك مع الناس وتتمنى زوال النعمة عن فلان وتحسد فلان وتحمل في قلبك بغضاء على فلان؟ والله الناس ما بينفعونك وما بيضرونك بشيء عند الله، لن يقدم مدحهم من درجتك شيئا عند الله، ولن يؤخر ذمهم من حالك عند الله. إذن لماذا تهتم بالناس؟ تطلب رضاهم، تطلب مدحهم وثناءهم، وتخاف من توبيخهم ولومهم وعتابهم وذمهم. لماذا؟ بل أحسن إلى الناس وما تريد من ذلك إلا وجه الله تعالى. كذلك الإخوة، وهذا أمر مهم أيضا في صلاح القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. يعني هذه ال3 بها تستصلح القلوب. إذا وجدت هذه ال3 في القلوب لا يكون في القلوب غل وخيانة ومرض. إخلاص العمل لله،
والنصيحة لولاة الأمر، أن يكون في قلبك سلامة لولاة الأمر، ما تحمل في قلبك بغضا وحقدا وغلا على ولي الأمر ولو فعل ما فعل، حتى لو ظلم تدعو له بالهداية، لأنك تعرف أن وجود هذا الحاكم هو سبب انتظام أمور الناس في دينهم ودنياهم، هو سبب الأمن في المجتمع. إن جار وإن فسق فهو على نفسه، الله يحاسبه، لكن يكون في قلبك النصيحة لولي الأمر. معنى النصيحة لولي الأمر أنك تريد صلاحه، تدعو له بالخير، لأنه إذا انصلح المجتمع كله، وإذا استطعت أن توصل إليه النصيحة كان بها. أما أن يكون في القلب التكفير لولاة الأمور والغل والبغضاء، ثم تتولد الفتن بعد ذلك ويخرج الإنسان عن لزوم جماعة المسلمين، فهذا يجعل في القلب مرض الغل والبغضاء لجماعة المسلمين. وذلك قال في الثالثة: ولزوم جماعة المسلمين، لأن الخوارج الذين خرجوا وشذوا عن جماعة المسلمين امتلأت قلوبهم بالبغضاء والكراهية للمسلمين عامة والعياذ بالله. أي قلب هذا القلب؟ كيف يطيق أن يحمل هذا القلب بين جنبيه؟ يعني يحمل في قلبه أن هؤلاء المسلمين كلهم كفار، كلهم منافقون، وأنا وجماعتي على الإسلام الحق، وكل هؤلاء كفار. أعوذ بالله. أي قلب هذا الذي يطيق مثل هذا العمل الفاسد؟ ويتمنى إيش؟ يتمنى أن يقتل المسلمين، يفجر ويخرب، والعياذ بالله. هذا فساد القلوب. وإذن هكذا الإخوة، كلما أقبلنا على العلم النافع والعمل الصالح والقرب من الله تنصلح قلوبنا. سبحان الله. يعني الله الإخوة، يعني هذا أمر ينبغي للعبد دائما أن يذكر نفسه به وأن يحاسب نفسه عليه دائما. هذا الذي سينفعنا عند ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا على تقديمكم لهذه المحاضرة النافعة. أظن شيخنا بعض الأسئلة ممكن نقرأ فقط. طيب. أيضا ما رد إليكم الله يجزيكم خير. هنا سؤال شيخنا: كيف نعرف أننا وصلنا لتقوى الله بأعمالنا وأقوالنا، ومتى نعلم أننا أرضينا الله سبحانه وتعالى؟ المسلم في هذه الدنيا يعيش بين الرجاء والخوف دائما، ودائما يحاسب نفسه ويهضم نفسه، ما يقول أنا وصلت
لدرجة المتقين المحسنين، وفي الوقت نفسه يعلم أنه إذا أدى الواجبات، ابتعد عن المحرمات، وجاهد نفسه على الصلاح والتقوى، يعلم أنه على خير ويحسن الظن بربه. فهكذا هذا أحسن ما يكون للقلوب. فهكذا يعيش القلب بين الرجاء والخوف. ثم كما ذكرت في أول المحاضرة، يعني بعض الأسئلة: حالك مع الصلاة، حالك مع المعاصي، حالك مع الشهوات، حالك مع الخلوة. فيعلم المسلم حاله، لكن في الوقت نفسه يعني الإنسان بشر، وتخطر على قلبه مهما وصل إلى درجات الصلاح والتقوى، كم تخطر على القلوب من الخطرات الفاسدة، وربما يتسلل عليه شيء من الرياء أو العجب أو حب الشهوات، فربما يدخل عليه شيء من الحسد أحيانا، كما قيل: ما خلا جسد من حسد. فهذا يجعله يخاف، يجعله يعني على وجل دائم، وما يعني يطمئن ويقول: خلاص أنا الله راضي عني ووصلت إلى درجة التقوى، ولا أبدا. وفي الوقت نفسه كما قلت يعني يرجو رحمة الله، ويرجو أن يكون من أهل هذه المراتب بإذن الله. نعم. هنا كذلك سؤال: ما نصيحتكم لمن تفوته صلاة الفجر كثيرا، علما بأنه يقوم بالأسباب من منبه وغيرها، وقد يتهاون في بعض الأسباب كالسهر؟ نعم، هو يفتش في حاله كما ذكر. يعني إذا كان يسهر، كيف يريد أن يقوم لصلاة الفجر؟ وما يستصغر هذا الأمر، يقول يتهاون في بعض الأسباب. أنا أقول لو كان يسهر في طاعة الله ويعلم أنه سيضيع الصلاة بسبب قيام الليل، اترك هذا المستحب وحافظ على الفرض. كيف إذا كان يسهر في، ما أقول محرمات، في مباحات؟ لا شك اللي يسهر في المباحات، يعني في القيل والقال ومجالس وضحك أو لعب له، كيف يريد أن يقوم لصلاة الفجر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعدها، يعني بعد صلاة العشاء، إلا في العلم، نعم، أو في بعض الطوارئ كالسمر مع الضيف مثلا، يكون في شيء يعني فيه خير. لكن يعني كما جاء في بعض الآثار: إياكم وملغات أول الليل، فإن ملغات أول الليل مهدنة لآخره. اللي يلغو أول الليل في القيل والقال كما عرفنا، هذا يقسي القلب، فلا يوفق لأن يقوم في آخر الليل أو للصلاة. وذلك يعني هذا من أعظم الأسباب، ما نستهين نقول يتهاون بعض الأسباب كالسهر، لا، بل هذا من أعظم الأسباب لقيام الليل ولقيام صلاة الفجر، أن تنام مبكرا بعد صلاة العشاء، أو تستغل ما بعد العشاء في قراءة قرآن، تنهي وردك من القرآن، تصلي بعض الركعات قبل أن تنام، وهكذا تجلس مع أهلك تذكرهم بالله قبل أن تنام، ممكن هكذا. فهذا الذي يعينك على صلاة الفجر مع باقي الأسباب. نعم. يا أختي، هذه وساوس من الشيطان، صدقيني. ويقول لك انفصلي وبتحسين بالراحة في حياتك والسعادة والإقبال على الله، وهذا غير صحيح. لأن شوفي يا أختي، الدنيا كلها ابتلاء. يعني لا أظن أنك أنت إذا انفصلتي من زوجك لن يأتيك أي بلاء آخر، لا بالعكس. أنا أقول يعني فكري بتفكير آخر، بأفق واسع، بحسن ظن بالله، يعني رجاء ما عند الله تعالى. بالعكس، فكري في أن هذا الزوج ممكن يكون صلاحه على يدك، ممكن يكون صلاح البيت كله بسببك أنت، وتحصلين على الأجر العظيم عند الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. حتى لو صبرت عليه كثيرا وأنت جزاك الله خير، فيك يعني خير عندما تقولي أنا أدعو له دائما، بالعكس هذا خير كبير. وصلاح يعني الأولاد وطمأنينة نفوسهم بهذا البيت الذي تعيشون فيه، وهذا الوفاق بينك وبين زوجك، حتى لو كان شيء من المشاكل، لكن كم هو جميل أن
يعني عندما يرى الأولاد هذا الزوج دخل البيت أكيد يعني يكون بينه وبينهم معاملة طيبة أو ملاعبة أولاده أو جلوس معهم، أو أنه على الأقل يشعرون أنه هناك أب في البيت على أقل الأحوال. فلا تتسرعي في مثل هذا ولا يخطر على بالك مثل هذه الخواطر. الحمد لله يعني أنت بالنسبة لهذه التصرفات من الزوج تنصحينه، هذا الواجب عليك، أنت لن تحملي إثمه، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، هو مسؤول عن نفسه. أنت عليك بالنصيحة، بتنويع الأساليب، بترغيبه في الخير، بمعاونته على الصلاة، بأن تقومي معه ولو ركعتين، تقول يلا صلي وأنا وراك، صلي لو ركعتين قبل أن ننام، يعني أي شيء في زيادة في إيمانه حتى لو كان بطريقة غير مباشرة. ما يعني ينفع أنت تفعل كذا أنت تفعل كذا، كل نقد وكل نصيحة مباشرة، لا، زيدي من إيمانه بتنويع الأعمال الصالحة في البيت، بتنويع الوسائل في تذكير بالله وتذكير الأولاد، حتى لو تجلسوا مع الأولاد ويكون الحديث مع الأولاد في شيء ما له علاقة بالزوج لكن هو يستفيد، تحدثين عن الجنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرآن، هو يستفيد، ممكن ينتفع بهذا الحديث ويستقيم على طاعة الله وتعيش حياة طيبة. فنقول الذي يريحك أن تحملي قلبا سليما. اعلمي أن الزوج ليس هو كل شيء في الحياة، واعلمي أن تصرفات الزوج مهما كانت، سواء كان في تقصيره مع الله أو في تقصيره هو معك أنت، هذا كله لن يضرك شيء عند الله تعالى. إذا كنت حقا يعني خلاص تريدين سعادة نفسك، أنت تتعاملين معه لأجل الله وتؤدين حقه، وإذا قصر في حقك نبهتيه، لكن بعد ذلك أمره إلى الله. فتعيشين مع الله تعالى. كما قلنا القلب السليم لا يلتفت كثيرا إلى الناس، وذلك كما قال ابن تيمية العارف يعني وصل إلى درجة عالية من المعرفة بالله، لا يرى لنفسه على الناس حقا. ما يقول حق الناس أنت ما سلمت علي، أنت ما أعطيتني كذا، أنت ما مريت علي، لا يرى لنفسه على الناس حقا، ولا يرى لنفسه على الناس فضلا. يقول والله أنا أفضل منك، أنت ليش تفعل لي كذا لا، قال ولأجل ذلك لا يعاتب ولا يضارب ولا يطالب. هذا يعيش في راحة مع الناس. لو عشت بهذا القلب ستعيشين في راحة مع زوجك، مع أي أحد يعني يتعامل معك في الدنيا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هي هذه الحياة هكذا، ابتلاءات وفتن مع الزوج، مع الزوجة، مع الأولاد، مع مثل أصدقائك في العمل، في الوظيفة، مع مديرك، مع مسؤولك، مع الناس عموما، هكذا. فالقلب السليم عندما يتعامل مع الناس هكذا يتعامل معهم لأجل الله، بهذا ستسعد في الدنيا. ما يؤثر عليك تعاملات الناس، لا ظلم الناس، لا عدم احترام الناس، لا حتى مدح الناس، ما يؤثر عليك. فأنا أنصحك بهذا، واشغلي نفسك بما ينفعك عند الله تعالى من إقبال على الله وتلاوة القرآن. يعني انظري إلى حالك، إذا انفصلت عن الزوج سيبتعد الأولاد، سينحرمون من هذا الزوج، من هذا البيت يعني الذي فيه الأم والأب. قد تحملين من الهموم والأمور التي تصرفك عن الطمأنينة في عبادة الله أكثر مما أنت فيه الآن. فبالعكس نقول أنت كوني في البيت، حافظي على العلم، على تلاوة القرآن وحفظه، اشغلي نفسك بما ينفعك من صلاة، من ذكر، من قيام الليل، من حفظ القرآن، علمي أولادك، انشغلي بهم. ثم الزوج إذا كان بالفعل ظالم أو مقصر أو جافي أمره إلى الله، تعاهدين بالنصيحة، تؤدين إليه حقه وتعيشين معه هكذا شيئا فشيئا. ربما صلى الله أن يهديه وأن يصلح يعني بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين.